في شخص مش واخد حقه في نادي الزمالك، محدش بيتكلم عليه كتير، عايزين نعمل كده زوم عليه. دايما بيقولوا لي ان مدير الكرة في الزمالك عصفورة، او في مديرين كرة في الزمالك عصافير. دايما بيقولوا لي ان مدير الكرة شخصيته مش قد كده. دايما بيقولوا لي ان مدير الكرة في الزمالك في لعيبة متخانقة معاه. دايما بيقولوا لي ان مدير الكرة في الزمالك محتاج يتغير. ممكن نغير مدير الكرة مرة 2 3 4 في السنة عادي جدا جدا. تقدر تقول ان الزمالك مش موهوب، او مفيش كادر جه في الزمالك مدير كورة زي ما قال الكتاب. في ناس كويسة واسماء كويسة وكباتن كويسة، بس حاجة زي ما قال الكتاب ما شفتهاش كتير، وانا بشجع الزمالك بقالي 25 سنة او 26 سنة او 27 سنة. فدي حاجة مهمة جدا. انا شايف ان الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي الزمالك في تغيير، حاسس بانضباط، حاسس بانضباط، حاسس بجنتلة. في مدير كورة لما بيعترض على الحكم بشياكة. الراجل ده مش واخد حقه. كابتن عبد الناصر محمد اللي عارف يحبب اللعيبة في الفرقة ويفصلها عن المشاكل وعن الحاجات الغريبة اللي بتحصل من الإدارة، ومجمع اللعيبة حواليه، واللعيبة علاقتها كويسة بيه، وراجل محترم وراجل جنتل كده في نفسه. فأنا شايف إن الراجل ده مش واخد حقه، فلازم نتكلم عليه ونديله حقه 100%. إن مدير الكرة ده هو بالظبط مدير الشركة. مدير الشركة في موظفين كتير تحتيه، عارف يهندل الدنيا ويظبط الدنيا ويحط الدنيا كلها في جيبه خير وبركة. مش عارف يعمل اي حاجة من الحاجات دي هتسيح. شابوه الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي الزمالك. رأيك في الكومنتات، ولايك للفيديو وشير مهم جدا، وفولو او متابعة لو انت اول مرة تشوفني. سلام.